بسم الله الرحمن الرحيم. الاستاذ عزيز العروي مستشار محكمه الاستئناف في مراكش. كما حضرتم معنا اليوم وفي اطار سلسله اللقاءات التواصليه التي دأبت محكمه الاستئناف في مراكش على تنظيمها، والتي تهدف من خلالها الى الانفتاح على مختلف المؤسسات المرتبطه بقطاع العدل ومساعدي القضاء. عقدت محكمه الاستئناف في مراكش والمحاكم الابتدائيه التابعه لها والمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لقاء تواصليا تحت عنوان او خصص لدراسه موضوع نجاعه التبليغ والتنفيذ القضائيين، وذلك تعميقا للنقاش القانوني من اجل تبديد مختلف الصعوبات الواقعيه والقانونيه التي تحد من مساهمه مؤسسه المفوض القضائي في تحقيق نجاعه التبليغ والتنفيذ القضائيين وتجويد الخدمات المقدمه للمواطنين. وقد اشرف على هذا اللقاء التواصلي السيد رئيس الاول لدى محكمه الاستئناف في مراكش والسيد الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمه، وشارك في تأطيره بطبيعة الحال السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، السيد رئيس المحكمة الابتدائية ببنقرير، السيد ممثل نقيب هيئة المحامين بمراكش، السيد رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بمراكش ورزازات. وقد خلص أو نبطق عن هذا اللقاء التواصلي أو نبطقت عنه مجموعة من التوصيات يمكن إجمالها في المحاور التالية. يتعين أولا العمل على اعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة والرقمنة لتعزيز التواصل بين المفوض القضائي ومختلف المتدخلين في عملية التبليغ والتنفيذ. تم الحث كذلك أو تم الخروج أيضا بمجموعة من الحلول التي ستحد لا محالة من الصعوبات التي تعترض المفوض القضائي في أدائه لمهامه. تم أيضا اقتراح مجموعة من التدابير التي ستساعد المفوض القضائي على القيام بمهامه داخل أجال معقولة وستساهم في ترشيد الزمن القضائي وتحقيق الأمن القضائي. تم التنبيه كذلك إلى ضرورة التقيد بالعديد من الوسائل التي ستساهم في ضبط عملية توثيق الإجراءات التي يقوم بها المفوض القضائي، ضرورة احترام مبدأ التخليق الذي سيساهم في تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسة القضاء بصفة خاصة أو في مؤسسة المفوض القضائي بصفة خاصة ومؤسسة القضاء بصفة عامة. شكرا لكم.